فيك سي معز بربي في البدايه انت قدمت الموضوع بطريقه وانه شوف في الخارج حتى على كوكتيل حتى على كذا الوزير يسير ويسير. لا 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 سي فتحي اسمعني باش نقاطعك هذا موضوع بعد نحكيو فيه. لا يهم السيد رفيق عبد السلام. لا لا سنتحدث عن العديد من الوزارات. لا لا ليس هذا الموضوع. التقديم هذاك شوف التقديمات الانطباعيه تخلي المشاهد يتاثر بك الانطباع ذاك وتخليه متوجه في اتجاه معين. لابد باش نوضحوا وانه النقطه الاساسيه في هذا الكل راهو السته وسبع ايام هذوما راهم حتى ليله لا يخذاها السيد الوزير لحسابه الخاص باش نبداو واضحين. 6 ولا 7 6 ولا 7 بربي خلينا نفهم ولا انت ولا فهم. وقع حاجزهم لفائده وزاره 6 ولا 7 يا سيد محمد. مع التفكير سي معز انه كي ترجع انت الوزارات السابقه الكل اقل وزاره استغلت نزل شيراتون 60 و70 ليله في العام. باهي سي فتحي ما جاوبتنيش. انا ميزانيه كيفاش خلص؟ في نطاق لقاءات رسميه. يا سي فتحي ما جاوبتنيش. 6 ايام هذوما ما تعداوش على هياكل الرقابه خلص فيهم الشيراتون. خلصوا على اي ميزانيه كيفاش خلصوا؟ لا 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 على ميزانيه وزاره الخارجيه. كي نرجعوا احنا للقانون اسمعني ساعه فما متعلق بميزانيه الدوله. القانون المتعلق بميزانيه الدوله خصص بعض الوزارات اللي هي وزارات السياده معها رئاسه الجمهوريه والرئاسه الثلاثه يخصص بميزانيه في القانون ما يسمى لا تقاطعوش. خلي يكمل سي عبد الوهاب خلي يكمل نعطيك الكلمه. فماش رئاسات ثلاث في القانون الاساسي للميزانيه. سي عبد الوهاب رئاسات ثلاث نظريه جديده جات من بعد 23 اكتوبر. سي عبد الوهاب نرجع خلي يكمل وانا جيت. قانوني منظم احنا نعرفوا 6 ولا 7 نقولوا ميزانيه الرئاسات ثلاث منظمه في القانون الاساسي للميزانيه. هو القانون الاساسي للميزانيه تنقح في 2004 ورئاسات ثلاث نظريه طلعت في 2011 في تونس. ما نقولوا كلام معقول للمشاهدين. باهي سي فتحي واصل وبعدك تاخذ يحكي سي عبد الوهاب. واصل باهي فسر لي انت توا قلت عندهم هذوما الوزارات السياده. خليه يكمل فكرته بعد نجيك سي عبد الوهاب. خليه يكمل ما يسالش من غير ما تقاطعوا بالله. هو كمحامي بده باش قدام قاضي راه سي عبد الوهاب خليه يكمل وبعدها نرجع لك. قلت بانه فما ان فون سبيسيال انه تصرف منه وزارات السياده. على الاقل ان يكون في المستوى العلمي الذي على الاقل احظى به في نطاق مهنتي. مش ممكن ان تجيب لي طبيب مثلا ويحط مع حد اخر مش من اختصاصه. فانا محامي اتكلم باسم القانون يفترض تجيب لي حد يناقشني في القانون. القانون صريح وواضح ولا بد ان السيد هذا وغيره يرجعوا يقراوا ميزانيه الدوله وكيف تصنف وكيف تقسم حتى يتعلموا ويعرفوا كيف تساق وتدار الامور على مستوى ميزانيه وزاره السياده. سي فتحي انه بخصوص وزاره السياده تصرف خاص باعتبار وانه كل وزير من وزاره السياده هذه هو عنده امتياز خاص باعتباره هو ما حاجه اساسيه في هي السياده. عنده سلطه تقديريه في تقدير بعض المواقف التي يجب ان يكون له فيها سلطه بعيدا عن الاساليب والتقاليد والتراتيب الروتينيه. واضح سي فتحي.